الدوري ده كان له ظروف غريبه جدا، توقف وكانش في امل انه يرجع، وكنا احنا فرق 6 نقط في المركز الثاني. فكون ان احنا نرجع وناخد الدوري ونبقى فرق ان شاء الله يبقى برضه 7 نقط، فطبعا حاجه جميله. وده بيقول ان روح الفانيلا الحمراء واللعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره والجمهور وكل حاجه. الحقيقه ما تنساش دور الجمهور، طبعا الجمهور انا بشيد فيه في كل حته. الجمهور ادى امل، وادى اللي عنده جمهور زي جمهور النادي الاهلي ده ما يعرفش اليأس. هم يستحقوا اكتر من كده. جمهور النادي الاهلي الحقيقه يمكن دايما واقف ورانا، ودايما واقف ورا لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني، وده دليل قاطع على ان النادي الاهلي ما شاء الله منظومه كبيره ومنظومه محترمه وبتحتوي على عدد كبير جدا من العناصر اللي كله في الاخر متكاتف لمصلحه النادي الاهلي. محدش بيدور على مصلحه شخصيه، كله في الاخر بيدور على مصلحه النادي الاهلي ومؤسسه النادي الاهلي. والنهارده ببارك لكل جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني، لان الحقيقه هم اللي ليهم الحق ان هم يستاهلوا كل تقدير واحترام قبل مجلس الاداره بكتير. هم اصحاب الفرح الرئيسي، هم اللي تعبوا، هم اللي بذلوا مجهود. الجمهور الكبير هو اللي كان واقف وراهم، هم اللي لعبوا في الملعب، هم اللي اتحطوا تحت ضغط عصبي اكتر، فهم يستحقوا كل تقدير واحترام من مجلس اداره النادي الاهلي. كل سنه بنعمل كده، بس السنه دي كانت الفرحه اكبر، لان احنا كنا اول السيزون كنا كل الناس كان بتقول الاهلي مش هياخد الدوري، بس احنا كان جوانا قناعه كامله وقناعه كبيره جدا ان احنا هناخد الدوري، لان احنا لو ما كسبناش ما نبقاش اهلاويه نموت، ولو فقدنا الامل برضو نموت. فكان عندنا استعداد وكان عندنا قوه وكان عندنا ابيليتي وكان عندنا كل حاجه، بان احنا على ثقه كامله في مجلس اداره وفي الجهاز الفني، وخاصه بعد ما جه مانويل جوزيه والاستقرار اللي حصل، والظروف برضو خدمتنا، فحسينا ان احنا بطل طول عمرنا وهننافس على الدوري. فبعد ما حسمنا الدوري بعد كده كل سنه بنغير الاحتفال، بنحتفل، بس السنه دي قررنا نحتفل في الاستاد. واحده، سواء كان مجلس اداره او لاعبين او جهاز فني، او لكن في مرونه وفي التزام. الناس الجماهير عارفه دورها بالظبط، ويمكن الناس هنا اللي كانت مصره، احنا فوجئنا بالكلام ده والله، لكن هم دايما متعودين عليهم الحاجات المفاجات الساره ديت. بشكرهم عليهم طبعا كل المجموعه، ايمن وعمار وريهام وكل المجموعه اللي شاركت فيها، وخالد بالتاكيد يعني مع حفظ الالقاب. لكن نتمنى يا رب دايما خلص الموسم السنه دي، هنبدا من جديد بقى نشتغل في بطوله افريقيا اللي هي يوم الاحد اللي جاي، وبعد كده الاستعداد للموسم اللي جاي باذن الله. النهارده طبعا كان في مجموعه كبيره جدا ما بتلعبش المباريات اللي فاتت الفتره الاخيره، لكن النهارده قدوا مباراه كويسه. طبعا لازم نعذرهم ان هم بقى لهم فتره او اول مره فيهم العش، اول مره يلعب مع الفريق الاول، لكن كلهم نوال النادي ومستقبل النادي، واعتقد ان هم قدوا مباراه كويسه وبشروا بمستقبل كويس. الموسم السنه دي طبعا كان صعب، وكلنا عارفين ان قد ايه اتبذل مجهود كبير جدا من كل اللعيبه والجهاز كله، سواء فني طبي اداري، كله بذل مجهود كبير، والحمد لله ان هو المجهود ده اتكلل ببطوله غاليه جدا، تعتبر هي الاغلى في السبع سنوات الاخيره دي، اغلى بطوله. طبعا عصام عاشور معانا النهارده، يعني انا مش عايز اقول لك ان هو منور النادي، ادينا له اجازه. عصام عاشور طول ما هو بيلعب وايام التدريبات يقول لك ايه، عايزين اجازه عايزين اجازه، ادينا له 3 ايام باخد اجازه باجي مع الفرقه، بس خلعت من الاجازه وجيت مع الفرقه برضه. حياه ربنا، يعني احنا كل مره نقول له يا ابني خد اجازه، يا ابني ريح 3 ايام. مسمينه مسمار بقى. يا لهوي، ده المسمار ده اينو. هو مين المسمار بامانه؟ مين المسمار؟ اينو معروف، اينو ما بيمدش ايده في جيبه خالص. الموسم ده كان ليه وضع خاص، والامور كانت بالنسبه لنا مختلفه شويه. يمكن
على مدار ال6 سنين اللي فاتوا ما كانش كنا احنا على طول متقدمين في الدوري، وكان الامور بالنسبه لنا كانت اهدى كتير، لكن السنه دي كانت منافسه اعلى، ويمكن البطوله كانت بتروح وبتيجي بتروح وبتيجي، لكن الحمد لله اصرار اللعيبه ومجهود الجهاز الفني وفي جمهور عظيم زي جمهور النادي الاهلي جنبنا، فساعد ان احنا نقدر نفوز بالبطوله الغاليه دي. انا عايز اعرف بس مستر مانويل وجود الكبير مشجعي الاهلي معاه النهارده، والتورته اللي عملوها النهارده كانت مفاجاه بالنسبه له. Que bolo, que trouxe bolo, que a torcida aqui, que essa surpresa para você, ou estava esperando isso? Não estava à espera, foi uma boa surpresa. طبعا كانت مفاجأة كويسة جدا بالنسبة له. E é só, estamos felizes بس por, وطبعا هو سعيد جدا por eles festejarem. ان بنحتفل ببطولة الدوري وهم بيحتفلوا معانا Os jogadores mereceram isso e muito mais. عشان فضل اللعيبة للبطولة ديت واكتر من كده طبعا. Foi uma época tremenda, طبعا الموسم كان زي ما انت عارف كان صعب جدا، de grande pressão. كان ضغط جامد جدا علينا، E portanto acho que é hora de relaxar um pouquinho. لكن دلوقتي هم بيرتاحوا طبعا بعد نهاية بطولة الدوري، Mas amanhã estamos a trabalhar لكن بكرة نبتدي نتمرن تاني. dentro de 7 dias. ان تقريبا 7 ايام في مباراة مهمة جدا. Isso é terrível porque os jogadores não têm tempo para طبعا هتبقى صعب جدا على اللعيبه عشان ما فيش اي وقت راحه، فطبعا بنستغل اللحظات ديت o convívio. ان هم يبقوا سعداء ويرتاحوا، É uma ótima ideia. ودي فكره ممتازه جدا على بتاعت التورته. تورته طعمها حلو. بقول تافا جوستوز Acho que sim, mas eu não. يعتقد بس هو ما بياكلش شوكولاته Com pena minha. للاسف يعني معلش. يرجع تاني يلعب كوره ولا ايه؟ Vai voltar a jogar bola de novo? É? Vai voltar a jogar bola de novo? Que é o único bola. لا لا Numa outra reencarnação. ده لما يحيى تاني حياه تانيه. عايز اقول له بس الاهلي محتاج فرود اجنبي، واعتقد ما فيش فرود احسن من مستر مانويل الجوزيه النهارده مع الفريق. Que ele precisa ponta de lança e não tem melhor que você joga ponta de lança. I was a playmaker. زي الجوكر في صانع الالعاب. بس هو كده هيخلص على محمد ابو تريكه وعلى امير سعيود ابو تريكه com متعب. Eu vou acabar? Que você joga bem melhor que eles. لا لا O Rodrigo é fantástico. ابو تريكه لعيب ممتاز جدا زي ما احنا عارفين، واسامه برضه grande jogador também. برضه لعيب كبير جدا. E para além disso são enormes como pessoas. هم طبعا كشخصيه بره الملعب برضه ممتازه جدا، ابو تريكه واسامه Como pessoa do como jogador. هم كشخصيه اكتر طبعا. احمد حسن النهارده عايز اعرف انطباعه عليه ايه، يمكن لعيب ملتزم بتعاقده موجود مع الفريق بيجي التمرين، عايز اعرف النهارده رايه النهارده في مشاركه احمد حسن وسيد معوض. Gol, ele sempre vem treinar, faz tudo que você pede. Cadê Ahmed Hassan que fez Se ele gol? não fizesse isso, não jogava. طبعا لو ما اتمرنش كل يوم مش هيلعب، Não é o que eu peço. مش هو اللي بيطلبه يعني، Treinador, é que compreensível. هو كله لازم بينافس بيقول عليه طبعا، Aqui quem toma decisões neste clube sou واللي eu. بياخد قرارات في النهايه هو كمدرب طبعا، مش اكتر من كده. Ganhei 20 títulos com o عشان clube. كده هو كسب 20 بطوله مع النادي. Mas se quiserem ficar com o Armando aceitam bem embora, vão embora. لو já. عايزين احمد حسن هو يمشي هو يمشي، مفيش اي مشكله، Mas خليه معاك. amanhã eu vou dar a resposta ao Armando. لكن بكره هيرد يعني ان احمد هيبقى معانا ولا لا. اتمنى التوفيق ويكون القرار في النهايه بيخدم مصلحه النادي الاهلي بالتاكيد. Sorte na final tua decisão, boa sorte e decisão que vai ajudar o time. Que ele fica e vai embora que ajuda o time. Desejo muitas felicidades. بيتمنى ليه طبعا السعاده سواء هيبقى موجود او لا، A ganhar títulos. وهو ساعدنا ان احنا بنفوز ببطولات كتيره جدا، طبعا هو كان اساسي معانا Bem tratado. وبنعامله كويس جدا، Quem foi maltratado fui eu. هو اللي عامله وحش، Mas amanhã eu explico. لكن بكره هو هيشرح كل حاجه يعني. انا بشكر مستر مانويل الجوزيه، وعايز اخد الاستاذ ايمن طوبار النهارده وجودكم مع مستر مانويل ومع الجهاز الفني بالتاكيد فرحه كبيره جدا، وجودكم مهم جدا مع الفريق. اكيد طبعا فرحه كبيره وفرحه بفوز غالي ببطوله غاليه بمجهود كبير، بس هو ده عنوان النادي الاهلي. عنوان النادي الاهلي هو الاصرار واللعب لاخر ثانيه. يمكن هي منظومه متكامله، اداره، اجهزه فنيه، جمهور ولاعبين، كل واحد بيأدي دوره، واحنا بنبقى سعداء ان احنا بنأدي الدور ده للنادي وخدمه النادي، وبنبقى وراه سواء في المكسب او في الخساره، ويمكن في الخساره اكتر من المكسب، وده سر نجاح النادي الاهلي، المنظومه المتكامله والترابط والاصرار. عنوان النادي الاهلي الاصرار دايما، واحنا تحت امر النادي الاهلي وبنخدم النادي الاهلي ورا النادي الاهلي في اي مكان وفي اي موقع. انا بشكرك استاذ ايمن، ويمكن انا هحاول. اتفضل يا استاذ خالد. مستر مانويل اول ما جه بس احب افكره بالسلوجان اللي هو قاله. هو قال بما معناه انه انت ممكن ان انت تخسر، بس من العار ان انت تخسر من غير ما تديها اقصى امكانياتك. بالانجليزي you can lose but it would be a shame if you go down
without a fight. انا عارف وعارف كويس. Worse, that the sadness for not win, okay, is the shame for not fight. This is our slogan, and they did this very well because we changed many results. The player. انا عارف هو على المستوى The merit is the player, not me. الروح والاصرار هو الفريق، وان هيكون اسوأ ان انت ما تأديش اكتر ويكون تشعر بالخجل ان انت ما تأديش اكتر من انك انت تزعل عشان انت خسرت. رسالته، لكن